بشير يلا واسمنتو طلع عشاني وانت فاتحه تيك توك. تيك توك ايه بس قاعدين ايه؟ جامع الاب والفلوس اللي بتيجي متنقبه. حلقتنا النهارده على اللغز الترند. يعني ايه اللي انا بقوله ده؟ يعني بمنتهى البساطه ناس بتحاول طول الوقت وباستمرار تبقى ترند، عايزه الناس تتكلم عليها، وناس تانية مش في دماغها مش في بالها وبتبقى ترند. قبل ما ندخل في التفاصيل والفيديوهات اللي معانا لازم ارحب بيكم في حلقه جديده من اللغز مع يونس محمد. زي ما قلت في البداية لحضراتكم، في ناس طول الوقت بتحاول تبقى ترند بالعافية برغم تقل دمهم، برغم اللي بيهينوا نفسهم، لكن انا عايز ابقى ترند. وعلى سبيل المثال عندكم الراجل والست دول، الاتنين دول اللي اتجوزوا بعض الصيف اللي فات تقريبا، واللي عشان يبقى ترند جاب كل المصورين وكل الناس اللي على السوشيال ميديا تعالوا صوروني وانا ببوس رجل مراتي. ايوه والله زي ما بقول لكم كده، وده اللي حصل. والناس خدت اللقطه وهو بيبوس رجل مراته، وتاني يوم بقى في الصباحيه نروح ونصور معاهم قد ايه انت زوج محب، قد ايه انت زوج عملت اللي مفيش زيك، انت بوست رجل مراتك قدام كل الكاميرات. ايوه اصل انا بحبها. ولا انت عايز تطلع ترند؟ لا انا بحبها والله. ومن هنا عملوا صفحة على التيك توك، وعملوا بيج على الفيسبوك، وقناة على اليوتيوب، ويلا بينا نسترزق بقى، يلا احنا بقينا ترند والناس عارفانا. لكن لتقل دمهم الناس مش حباهم مش عايزاهم، تقال. عشان كده حبينا نصنع ترند جديد. يلا هنعمل المرة دي؟ هنلبس جلابيات زي بعض احنا الاتنين، نبقى ملفتين والناس تشاور علينا واحنا ماشيين. طب يلا اهم زي ما بقول لكم كده، بس الموضوع انتهى. فين بقى الترند؟ ما جاش معاهم، ما دارش زي ما بيتقال. يعني حاولوا يدوروا كده ما بيدورش. طب العمل ايه؟ مش جايه معاك خلاص بقى. فعشان كده طالما مش جايه معاك مش هتيجي انت كمان معانا، كفايه عليك لحد هنا. عشان احنا بنوري الناس بس قد ايه في ناس بتحاول بتسعى بتجري ورا الترند ومش عارفه، وبتعمله بطريقه بايخه ورخمه وغلسه ودمهم تقيل. خلونا على اللي بعده، وده شاب جميل بيكافح وبيعلن لكل متابعينه على التيك توك. لو كبستوا هعمل لكم فيديو من اوضه النوم. لو عايز تشوف الصباحيه بكره لازم تعمل متابعه عندي. يوم الصباحيه عامل ازاي؟ لازم تعمل متابعه عندي علشان لما اجي ارفع اعمل بس يوصل لك على طول رساله ان انا عامل بس يوم الصباحيه، هكتب عليه يوم الصباحيه. ايه رايكم؟ ده شاب موجود على التيك توك عشان يطلع ترند هو كمان، واكل عيشه من الفيديوهات دي. لكن هو ده لوحده؟ لا، ما احنا معانا شاب تاني دخل على مراته لقاها قاعده على التيك توك، فاداها قلمين وطلقها على الهوا وهم في بث مباشر. بشير يلا واسمنتو طلع عشاني وانت فاتحه تيك توك. تيك توك ايه بس قاعدين ايه؟ جامع الاب والفلوس اللي بتيجي متنقبه. انت مش قاعده في البيت خلاص، طلاق انت طالق بالثلاثه، طالق بالثلاثه. خدي هدومك وما تشوفش وشك هنا تاني. خلاص ايه؟ خلاص ايه؟ ما تشوفش وشك هنا تاني. وده الفيديو اللي طالع ترند. اصلا انا نسيت اقول لكم ده فيديو فيك تمثيل، ده بيصنع محتوى هادف تافه في نفس الوقت. يعني هادف بنوعي الناس وبنقول لهم قد ايه التيك توك وحش وبيخرب البيوت، وانا ممثل. ايه رايكم في تمثيلي؟ ليه جمهوره وليه ناس وبيحاول يطلع ترند، بس برضه مش جايه معاه. عشان من هنا لهنا لهنا في بعض الفنانين بيحبوا يطلعوا ترند هم كمان، زي الصورة اللي انتشرت دي. الصورة دي اتاخدت وطلعت ترند ما بين صابرين وسهير رمزي، الاتنين فنانين في احد اللقاءات بيبوسوا بعض كده. لكن لما جت اتمسكت عليهم الصورة قالوا والله احنا الزاوية بتاعت التصوير هي اللي جابتنا هنا، واحنا ما بنبص بعض كده، واحنا ناس محترمة وناس بنحب كل حاجة صح، برضه عشان نطلع ترند. عشان لو عايزين تعرفوا الترند الحقيقي واللي انا عامل عنه الحلقة ومستنيكم تشوفوه، وفضلت اللي هو يبقى في حتة لوحده، هو الشاب ده. الفيديو اللي قدام حضراتكم ده مجموعة الاولاد اللي بيلعبوا وهم الدنيا تمام. البنت اللي واقفة قدام العمود دي الكهرباء ماسكاها،
والولاد مش عارفين يعملوا ايه، يعني كانوا قربوا منها واتكهربوا وبعدوا. هنا الشاب اللي كان ماشي بالصدفة رمى الشنط اللي معاه، وبعدها قام قلع الجاكيت عشان عارف البنت واقفة في خطر، وانقذ البنت. وده فيديو بيوثق لحظة اللي حصل من كاميرات المراقبة. ده اللي يتقال عليه ترند، ده اللي يستاهل يطلع ترند، ده اللي محتاجين نشاور عليه ونقول يا رب يكتر من أمثاله، يا رب يجعل كل شبابنا بالشجاعة دي، بالنبل ده، بالأخلاق دي. ده اللي محتاجين يبقى موجودين وما بيننا على طول. الشهامة وحسن التصرف وسرعة البديهة وسرعة الاستجابة، دي كلها حاجات بقت ضايعة مننا، ضاعت مع التكنولوجيا. لا، مع التكنولوجيا السيئة زي التيك توك، زي اللي انا قاعد عايز اعمل محتوى بأي طريقة، زي انا عايز اطلع ترند بأي طريقة. لكن فين انت؟ فين اللي بتقدمه؟ فين المحتوى؟ فين القبول؟ يا عم مش بتاعتك، مش سكتك، شوف لك حاجة تانية. ده الموضوع بمنتهى البساطة. حبينا نجمع الترندات والترندات الفيك، يا ترى انهي اللي يستحق لقب ترند من وجهة نظركم؟ السلام عليكم.